اهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست. احنا في رمضان، ورمضان يعني بركه ربنا. احنا جاي معانا النهارده حد من كتر احترامه انا الصراحه عمال ادرسه بقالي كام يوم، وكل اللي انا درسته جيت النهارده غيرته. اول ما قعدت معاه وسمعت القصه منه غيرت كل المقدمه اللي انا كنت كاتبها. والله انا قاعد معاكم حاليا مش عارف هساله في ايه، بقيت متلخبط من كتر التاريخ والمعلومات والحاجات اللي احنا هنكتسبوها منه. معانا علم من اعلام مصر في الاسكوترات والموتوسيكلات. معانا استاذ او الشيخ محمد زجمار. عيلة زجمار طبعا تاريخ من الاربعينات، من 1940. متخيل حاجه و60 سنه في مجال الموتوسيكلات والاسكوترات. الحلقه دسمه، الحلقه كلها معلومات. احنا جايبين لكم حلقه من ايام الاحتلال الانجليزي بس كده. اهلا بيك ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله حلو. منورنا، منور اسكندريه والله، وشرف ليا جاي حضرتك عندي اسكندريه. ان انا معاك في اسكندريه، انا من عشاق اسكندريه اصلا. الله يخليك يا رب. فالحمد لله مبسوط جدا معاك والكلام الجميل اللي انت والله الشرف ليا اللي حضرتك منورنا. ربنا يبارك فيك. انا ممكن اسمع قصه حياه عيلة زجمار؟ اعرف زجمار جت منين؟ يعني عارف ان اسم حضرتك او لقب العيله زجمار اصلا. تخيل بقى اهو اللقب ده اللي انتشر في مصر وغنى له احمد عدويه جاب منين؟ هقول لك القصه. انا بتسال السؤال ده كتير قوي، هو يعني ايه زجمار؟ فنحكي القصه بقى. ايه فرصه كده. اول حاجه باشمهندس مش لقب العيله زجمار. هقول لكم جت ازاي بالظبط. هي البدايه محمد سيد فولي. محمد سيد فولي ده جد ابويا، مش جد انا كمان، ده جد ابويا. هو البدايه، هو اللي ستارت. هو الاول كان هو شاب صغير، كانت ما شاء الله صحته حلوه، ما شاء الله عامل زي الاجانب كده. كان شغال مع واحد خواجه، تمام. فبعت 3 عشان يجيبوه، كان عايزه في حاجه، فبعت له 3 يجيبوه. فهو واقف قدامه ومسك ال3 كتفوه ال3 عشان يجيبوه. راح مسك ال3 ضربهم وجري منهم. فقال الخواجه قال له تعالى، ايه ده انت زجمار؟ ايه زجمار بقى دي؟ زجمار ده فيلم صامت كان من الثلاثينات او العشرينات. كان واحد اسمه زجمار زي بطل كده، زي روبن هود، حاجه شبه كده يعني. فراح من الوقت ده بقت زجمار، بقى اسمه خلاص زجمار، وكل الناس واصحابه طلعوا عليه خلاص بقى هو زجمار. ده بدايه قصه اسم زجمار. في الاصل هو اسمه محمد سيد فولي، كده بقى اسمه زجمار خلاص، فطلعت عليه زجمار. دي البدايه، بدايه الاسم موديل بتاعنا. دي بدايه الاسم. هو طلع عليه زجمار ليه؟ بسبب القصه دي. تمام. بدا بقى يشتغل ازاي في البدايه؟ بعد ما ساب طبعا الخواجه دوت، اشتغل في العجل. بدأ يجيب عجل ويفتح المحل ويشتغل في العجل لغايه ما بقى اشهر واحد بتاع عجل في الفتره دي. الفتره دي تقريبا كانت في الاربعينات. بعد العجل راح مدخل موتوسيكلات. زمان كان في، ما فيش طبعا الموتوسيكلات بتاع دلوقتي. كان الاحتلال الانجليزي كان جايب معاه موتوسيكلات BSA، موتوسيكل اسمه كده BSA. ده موتوسيكل انجليزي من الاربعينات، صنع في الاربعينات. بدأ يشتغل فيه. طبعا كان في موديلات تاني، نورتون، تريومف، الحاجات دي طبعا الشباب الجديد ده ممكن ما يعرفهاش، قليل يعرف الموديلات ديت. بدأ يشتغل فيها، وبدأ مع العجل يشتغل في الموتوسيكلات، والدنيا ظبطت معاه واشتغل فيها وتمام زي الفل. راح دخل بعد كده الحاجات بقى التشيكي، اللي هي صناعه تشيكوسلوفاكيا، اللي هي الجاوا اللي 350، جاوا 175. كانت موديلات جديده كتير جدا في الجاوا. وفي موديل اسمه MZ الماني برضه بدأ يشتغل فيه. فبدأ المجموعه بتاعت الموتوسيكلات دي هي اللي انتشرت في الوقت ده، في الفتره ديت، وهو اللي كان شغال فيها. بدأ بقى اسمه يتعرف بزجمار بالايه؟ بالموتوسيكلات دي في لغايه مثلا السبعينات. طب نبدا واحده واحده عشان الناس ما تنتوش. انا معاك. الحاج بدا من الصفر ولا كان معاه وحد ساعده؟ بدا من الصفر. هو كان شاب وكان شغال عند واحد خواجه اللي هو سماه زجمار دوت، وكان بادئ من يعني مش بزنس موديل العيله من الاول. هو اللي انشاه، هو اللي بدعه. بدا من الصفر. الحاج اللي هو جد ابويا اللي هو محمد سيد فولي اللي هو زجمار الجد يعني. هو اسمه محمد. في قصه في محمد بقى نحكيها لكم، بس في وسط الكلام ولا نحكيها دلوقتي؟ لا قصه محمد ليها قصه عشان اسمه محمد كمان. نحكيها اكيد. هو عمل ايه؟ هو اسمه محمد سيد فولي، تمام. هو اتجوز ما شاء الله، هو كان ما شاء الله صحته حلوه. اتجوز ما شاء الله، يعني ما شاء الله 6 مرات، مخلف اكتر من 15. فال15 دول يعني ما شاء الله سمى محمد. كلهم ما يخيروش عن بعض الصراحه يعني، والله حقيقي. وكلهم يعتبروا في معظمهم في مجال الاسكوترات والموتوسيكلات، وكلهم علامه في مجالهم. من حبه في اسم محمد سمى ابنه الكبير محمد. هو ليه اسم شهرة اسمه رمضان، بس في الاصل في السجلات مكتوب محمد. تخيل عمل ايه بقى تاني؟ خلف محمد تاني
من زوجة تانية، فاصبح عنده ولدين اسمهم محمد اللي هو رمضان، ومحمد شعراوي اللي هو كان اسمه الشهرة بتاعه شعراوي، فاصبح 2 محمد. نسكت على كده؟ لا ما نسكتش. محمد رمضان يجيب محمد، ومحمد شعراوي يجيب محمد، فاصبح محمد السيد. 2 مسلسل محمد السيد في العيله. فدي طبعا حاجه وانا بقى محمد طلعت على محمد السيد ابن رمضان، بس دي اسم محمد يعني. طب انا في حاجه قلتها في المقدمه والناس زمانها كلها دلوقتي بتقول ايه؟ عدويه، زقمار، هو ايه اللي الراجل كان بيقوله ده؟ هو ده عاقل؟ هو الدكتور بيقول ايه؟ وايه الكلام مش جاي مع بعض؟ هقول لك بقى قصه يمين مع شمال. انا سمعت هقول لك انا القصه جت ازاي. عدويه غنى العيل الزقمار. هقول لك بدايتها جت ازاي. بعد الموتوسيكلات اللي قلت لك عليها التوين والميزيد والكلام دوت، بدا يخش الموتوسيكلات الياباني. قصه الموتوسيكلات الياباني دخلت مصر ازاي، او اليابان دخلت موتوسيكل هوندا ازاي؟ هقول لك القصه، اللي هي قصه ظريفه كده. كان في شحنه رايحه لبنان، فطبعا حصل في الوقت ده في السبعينات حصل حرب اهليه في لبنان، فطبعا الشحنه ما نفعتش انها تروح لبنان. تمام. فمين اقرب بلد للبنان مصر. وفيها سوق؟ كانت مصر. فجت دخلت الشحنه دي، دخلت على مصر، كانت رايحه لبنان ودخلت على مصر. دي بدايه بقى الموتوسيكلات. فطبعا هم عايزين يروجوا للموتوسيكلات الهوندا، ما كانش حد يعرفها في مصر خالص، اكيد ما حدش يعرف يعني ايه هوندا، ما حدش يعرف ايه اليابان، فكانوا عايزين يروجوها. فالترويج ده جه عن طريق الاعلانات. سنه كام؟ الكلام ده في السبعينات، في نص السبعينات كده يعني بدات زقمار بعد 30 سنه من نشاه زقمار بالظبط. بدا بقى الاعلان، هو اللي كان ليه رؤيه، كان محمد السيد هو من رمضان كان ليه رؤيه، وبدا يعمل الاعلانات ديت. بدأنا عملنا الاعلان ده بتاع احمد عدويه. في الفتره دي كان مسمع جامد. سمعت ان الشارع كله كان بيقول زقمار ويغني كلها كانت بتغني زقمار. هو احمد عدويه في الفتره دي غنى اعلانين، زقمار وخضر العطار، فكانوا مشهورين جدا يعني. كل بيت في مصر عنده تلفزيون لازم يسمع زقمار يا ما عنده حاجات، وخضر العطار. فكانت جت الشهره من كده. دخلت الاعلانات بعد كده كمان. انا عندي هجيب لك حاجه هنا، حاجه المجله دي حاجه من حاجه دي مجله صباح الخير، العدد يوم الخميس 20 نوفمبر 1975. يعني بتتكلم في اكتر من 50 سنه. ولا في المجال الخارجي وصل حديثا دي موتوسيكلات الهوندا عند الزقمار وتسهيلات. انت متخيل رقم التليفون كان كام؟ كان 5 ارقام بس. ده المجله دي اكتر من 50 سنه. انتوا متخيلين يا جماعه ان المجله دي فوق 50 سنه مكتوب عليها زقمار؟ والهوندا اول ما نزلت مصر، السكوتر الهوندا او المكنه الهوندا النهارده سعرها بفلوس، سعرها ما تعرفش تجيبه. اقول لك السعر كانت ساعتها وقتها كان كام؟ قول لي سعرها كان حوالي 150 جنيه. نقولوا بقى سعرها كام دلوقتي؟ لا مش هنقول، بلاش نقول. حقيقي بلاش نقول. يعني الموتوسيكل كان فعلا حوالي 150 جنيه 140 جنيه. موتوسيكل 90 سي سي و70 سي سي و110 سي سي بدايه الهوندا. والاهم من كل ده ان عيله الزقمار من زمان قوي وكانت عامله تسهيلات في الدفع، تسهيلات في السداد، وكانت عامله اوبشنات ياما. يعني اصلا السوق والماركتينج كان عندهم من زمان قوي، من ايام الجد. بس اكيد الجد جاله لحظه واحبط فيها. يعني مش قوي يعني، هو برضه فضل مكمل لان هو كان عنده رؤيه ان يعني هو ما شاء الله بقول لك مخلف 15، فكان اي حد بينزله المحل معاه كان ياخد ابناء كلهم. قليل جدا بس النجاح اللي خرج من العيله يعني. النجاح كلها شغاله في نفس المجال. النجاح يعني هي بيزنس فاميلي، ما كانش فيه خساره قوي. طبعا اي حاجه فيها بتعلم، طبعا بتعلم. هو كان فيه ميزه كمان يمكن انا طلع في الموضوع ده، كان بينزل يشتري بنفسه، كان ينزل يشتري بضاعه بنفسه وهو زقمار. يعني كان انا فاكر مره اتحكى لي قصه انه مره حد وقفه بتاع مرور او حاجه وقال له انا شغال عند زقمار، وهو زقمار نفسه. فهو كان راجل عصامي، بدا من الصفر، بدا في كل حاجه. هو عمل الاسم ده واحنا بنتسند عليه الاسم ده لغايه النهارده، واحنا كملنا، واحنا يعتبر يعني ورثنا الشغلانه ابا عن جد. فالحمد لله بفضل الله، يعني فضل رقم واحد احنا تاريخ في الشغلانه ديت او في المهنه دي. والحمد لله هي برضو هوايه، يعني انت بتجمع بين الهوايه والشغلانه، فهي جينات بقى. فاحنا كل الاجيال كان عندها الهوايه دي، هوايه. بس انا برضه مصمم على حاجه، يعني النجاح اللي انتوا وصلتوا له النهارده وتاريخ عيله الزقمار 70 سنه، رينج 70 سنه، اكيد حصل موقف او لحظه هي اللي كانت فارق. اكيد في دروبات حصلت كتير، بس برضو بتكمل. يعني انت برضو بتكمل، انت مكمل، انت عندك اسم مسنود عليه الحمد لله، سمعه رقم واحد.
دي بتفرق كتير جدا. يكون عندك ضمير في شغلك، تتقي الله في شغلك، دي بتفرق كتير جدا معاك. والحمد لله بفضل الله ما فيش مشاكل عندنا، والاسم معروف على مر الزمان يعني. استيراد قطع غيار الاستيراد، ما هو الاستيراد بدأ ازاي؟ الاستيراد بدأ من اليابان. الاول كان بيجيب شغل محلي، يعني العجل لما كان شغال فيه كان بيجيب شغل محلي. الموتوسيكلات كانت من شركه وسائل النقل الخفيف، شركه كانت بتبقى كان هي اللي بيجيب منها برضه. بدا الشغلات بتاعت اليابان دي من موضوع لبنان ده، وبدا بقى الاستيراد في الوقت ده. وبعدها كملنا بقى الجيل الثاني اللي هو ابنائه كملوا معاه. يعني هو الابناء كلها، حتى يعني كان اي حد كان من عنده الابناء كان بيشجعه ان هو ينزل يشتغل في المحل. وطبعا ورثنا بقى الموضوع. اسهل حاجه ان انا اجيب عميل، اصعب حاجه انك تحافظ على عميلك. فالحمد لله بفضل الله احنا كملنا، كل جيل بيسلم جيل. كان اشطر واحد بقى في مين ده، مش تحيز والله، عشان هو ابويا يعني ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره. نبيل زجمار كان علامه، هو لا وفرق كتير جدا 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 في الاسم. حتى اولاده طالعين كل واحد في مجاله صاروخ. اللهم صل على النبي. واستاذ اسلام ليه مننا مليون تحيه، واستاذ ديدي برضو، والله كلهم ناس محترمه قوي وعلامه في مجالهم. هو لغايه دلوقتي النهارده هو المرجع بتاعنا ما شاء الله. كانت دماغه حلوه قوي يعني. الموتوسيكلات الياباني دي لما نزلت، انا افتكر لسه كنت قاعد مع عمي من حوالي اسبوع، اتكلمني في قصه كده، حكى لي قصه، قال لي ان ابوك عدل على حاجات في الموتوسيكل الهوندا، اليابانيين بعد كده لما جم وشافوها عدلوا التعديل بتاعه. فهو ما شاء الله عليه ربنا يبارك في عمره رب. هو لغايه دلوقتي هو المرجع بتاعنا كلنا. ليه زباين، عايز اقول لك زباين من العالم مش مصر بس، يعني ناس بيجوا من السعوديه، ناس بيجوا من ليبيا، عارفه اسم نبيل زجمار. هو لغايه النهارده محتفظ بالشغل القديم، يعني الوحيد اللي في مصر اللي عنده حاجات ممكن تلاقيها مثلا بقى لها 50 60 سنه عنده لغايه دلوقتي، وسبحان الله بيبيع فيها. احنا حتى معترضين لازم تتطور، لازم ما فيش، هو دماغه كده، هو عايز يشتغل في القديم. يعني انا افهم، ولغايه دلوقتي هو شغال في القديم. حافظنا على العملاء بتوعنا من اللي احنا بنتقي ربنا وتاريخنا. طبعا وتاريخ عمل التاريخ طبعا كلنا مسنودين على فعملنا قاعده بيانات، كلنا مسنودين. ما فيش شك ان احنا كلنا مسنودين على الاسم ده، لان الاسم سمع في الفتره دي، فتره السبعينات طبعا اللي كان فيها الاعلان. مصر كلها كانت، ما فيش حد في مصر وده شرف ركب عجله الا ما عدى على زجمار. اكيد. والناس هي اللي بتقول لي الكلام دوت يعني. فالحمد لله يعني بفضل الله. اكتر لحظه احباط جات لك بالنسبه لي انا ولا بالنسبه والله للشغل؟ هو انا بالنسبه للشغل الحمد لله الواحد عنده رضا الحمد لله كبير جدا. ما جاش قلت كفايه بقى صراعات، كفايه مش في الشغل. احنا كده مكملين خلاص. هي شغلتك مش ينفع تسيبها، انت وارثها، وان شاء الله هتورثها لعيالك. انا ان شاء الله حمزه عنده النهارده 6 سنين، انا مجهزه ان هو يكمل، واولادنا كلنا واخواتنا واولاد عمي كلنا الحمد لله. أكيد. احنا الحمد لله بفضل الله لغايه النهارده كلنا ايد واحده. العيله هي كبيره بس بفضل الله ما فيش حقد على بعض، كلنا الحمد لله بنحب بعض. كل واحد عنده طموح وبيخرج يشتغل لوحده وبيفتح شركه لوحده. اي حد عادي معرض اي حد انه يفتح لوحده، دي فكره واحد ليه فكره، بس في الاخر احنا عيله واحده وفي ترابط الحمد لله. وكلنا الحمد لله كويسين، بنخاف على بعض بنحب بعض الحمد لله يعني. طب المنافسه بقى دي حضرتك تاريخ الحمد لله. فانا مش هلاقي انسب من حضرتك اساله على سؤال واحد في دماغي. من 3 سنين او من 10 سنين من 20 سنه ما كانش ده السوق. تمام. السوق النهارده اتغير. تمام. اتغير بالنسبه للعميل، اتغير بالنسبه للصنايعي، اتغير بالنسبه للتاجر، اتغير بالنسبه للمستورد. كل حاجه بتتغير بسرعه رهيبه. بمعنى انت النهارده السوق بيفرض عليك انت تشتغل في حاجه انت ما كنتش مقتنع بيها. يعني احنا مثلا كنا شغالين في الموتوسيكلات الياباني لغايه فتره قريبه، فتره مثلا لغايه 2000 وشويه. في اوائل الالفينات ده انت مش مقتنع انك تشتغل في الصين. فالنهارده بعد 2003 تقريبا او 2004 بدا الموتوسيكل الصيني يدخل مصر. احنا يعني ما كناش مقتنعين بيه، ازاي هركب موتوسيكل صيني؟ بس السوق فرض عليك كده، خلاص هو انتشر. يعني انا افتكر ان كان في 2005 تقريبا او 2004 كان الموتوسيكل الصيني اول نزل كان ب 1500 جنيه. فالناس ما كانتش مستوعباه يعني. لغايه فتره الالفينات دي الناس كانت بتركب برضو ياباني، الحاجات القديمه التشيكي زي التوين والكلام دوت، السوزوكي، الحاجات دي كانت بتركبها. بس الصيني خلاص بقى فرض نفسه وكبته تطور بقى، هو ده بدا خلاص بقى انت غصب عنك السوق فرض عليك كده. فاشتغلنا في الموتوسيكلات الصيني. طب السوق دلوقتي اصعب ولا زمان؟ والله كل فتره وليها صعوبتها وليها المنافسين بتوعها. ما كانش في تجار زمان يعني؟
لا كان في كتير ياما برضه؟ كان في كتير، كان في ناس علامات، بس عشان ما اذكرش اسم هي حد. علامات في ناس كتير علامات، وكانت ناس محترمه، وكان في احترام في الشغل، وكان كل واحد عارف بيعمل ايه، كل واحد بيأدي دوره، وناس كانت محترمه جدا، وكل ما فيش الكلام اللي بيحصل دلوقتي. يعني دلوقتي الواحد بيشوف حاجات رهيبه ده اهم بصراحة. سؤال بقى ليه. ايه رايك في المنافسه اللي موجوده دلوقتي؟ نقارنه التطور اللي حصل ده مفيد للعميل ولا مش مفيد للعميل؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، ايه رايك في المنافسه اللي حصل؟ حلوه ولا ليها اضرار وسلبيات والله ياما بص، أنا اكتر طبعاً من الحلو بتاعها؟ مش هذكر اسامي، بس المنافسه النهارده بقت صعبه في ايه. يعني انا واحد من الناس بيجي لي عميل، انا على قد ما اقدر ببقى عايز افيده، اقول له يعني انا مثلا سؤالي مثلا اللي دايما ما يخش عميل عايز مثلا يسال ايا كان عن زيت مثلا، عايز يحط سكوتر مثلا، زيت سكوتر، اقول له مالكش دعوه بيا، انا عايز ابيع اللي عندي. انت النهارده اكتر واحد هيقول لك تعمل ايه اللي صنع. فانت كل سكوتر او كل موتوسيكل مع مانيوال، افتح المانيوال ده وشوف الراجل اللي صنع ده عايز منك ايه وايه الانسب ليك. مش مثلا 10 اخويا حط عمل 10 صاحبي حط ما اعرفش إيه. لا، خليك انت ايه المناسب ليك. مش شرط ان انت تجيب حاجه زي صاحبك او زي اخوك، لا، شوف ايه المناسب ليك وحطه. بس ده الموضوع سهل، مش صعب في كده. بس فده دي الافاده اللي انا بفيدها للناس، حط الحاجه المناسبه ليك وبس. ففي ناس بصراحه يعني بنلاقي حاجات رهيبه. يعني انا بشوف حاجات رهيبه النهارده. التكنولوجيا اختلفت عن زمان خالص. السوشيال ميديا دخلت. السوشيال ميديا، لا حتى التكنولوجي كمان مختلف، بتاع كل حاجه، بتاع الزيوت، بتاع السيفتي جير، بتاع قطع الغيار. النهارده الدنيا اختلفت. زمان احنا مثلا طبعا الناس الخبره دي على دماغنا من فوق، الناس احنا اتعلمنا منها. بس مثلا النهارده الاقي واحد مثلا ماسك شويه زيت في ايده كده يقول لك الزيت ده عايز يتغير. يا جماعه ازاي بس؟ ازاي الكلام ده ما ينفعش؟ النهارده الشركات الزيوت مثلا بتحط تكنولوجي رهيبه وبتصرف مصاريف عشان تعمل مواصفات معينه. تيجي انت بايدك كده تقول لي الزيت ده كويس؟ طبعا مفيش الكلام ده. لا، في تكنولوجي النهارده، في تطور، في علم، لازم نواكب العلم ده. الاول اقم معاك كان القصه كلها تو ستروك. يعني الموتوسيكلات اللي بكلمها عندي كلها كانت تو ستروك، اللي هو زيت على بنزين، ثنائي الاشواط. يعني تحط بنزين، تحط عليه شويه زيت عشان يلين مع البنزين. النهارده الفور ستروك خلاص، هو كل حاجه بقى. حتى التو ستروك اتمنع من مصر. هو في التو ستروك حتى رهيبه. يعني مثلا في السعوديه لغايه النهارده في موتوسيكل اسمه اكس 7 ده سوزوكي، ده 250 سي سي، 2 سلندر، تو ستروك، يعني زيت على بنزين. بس هم بيعشقوه، بيوصل لمبالغ. يعني سمعت انه وصل 50,000 ريال و60,000 ريال. هم بيعشقوه. النهارده هم ممنوع في مصر، ما بيترخصش في مصر. خلاص كله بقى فور ستروك عشان خاطر البيئه وكده. فهو الاتجاه كله للفور ستروك، اللي هو صباب، اللي هو رباعي الاشواط. فبس يعني انا افهم من كده ان المنافسه اللي حاصله الايام دي حلوه للعميل جدا، للعميل. والعميل لازم يبقى فاهم هو بياخد ايه، ما يضحكش عليه. يروح مثلا مركز صيانه ما يقوليش يعمل، لا انت اعرف. انا عايز اقول لك، يعني في حاجه انا مش هخجل منها. انا لغايه النهارده انا بقعد في المحل واتعامل مع العميل. ليه؟ انت كل يوم بتتعلم. انا بقالنا مثلا 40 سنه في المهنه، وانا عندي 10 سنين واقل من 10 سنين كمان وانا بشتغل في الشغلانه دي. يعني اقول 40 سنه، لا بس انا لغايه النهارده بتعلم. مش عيب ان انا اتعلم من حد. العيب ان انا اقول وابوظ لك حاجتك وما من غير علم. لا، يعني ما فيهاش مشكله، اتعلم. لغايه النهارده بتعلم، وبيجي لي عميل بتعلم منه. دي مش ما تعبنيش. بسال ايه وايه، عشان ليه لما اجي ابيع لك حاجه ابيع لك عن ثقه، وانا عارف ان انا بديك الحاجه دي وانا واثق فيها، واديك معلومه لوجه الله تفيدك ما تضركش. دي اهم حاجه. دي اللي انا بتضايقني، ان في ناس بتغش. يعني الغش سبحان الله. يعني يا جماعه الناس دي تعرف ربنا قوي. الحمد انا لله، اتعاملت مع الناس دي الحمد لله بفضل بقالي الله. 4-5 سنين، والله والله والله. ولا بضاعه ما كانتش عجباني جيت ارجعها قالوا لي لا، ولا كلموا لي على جنيه، ولا شفت منهم الوحش، واتعاملت معاهم كلهم بس بامانه من خيرة الناس. الحمد لله حقيقي يعني. ربنا يبارك لك يا ابو حميد، ربنا يعزك. احنا بدأنا قطع غيار، كنا بادئين قطع غيار موتوسيكلات، دخلنا الصيانه، تمام. بعد كده دخل السكوتر اللي بقى بتلاقيه في البيت الواحد 3 مرات، مع الاب، ممكن مع مراته، ممكن تلاقيه مع ابنه، لو عنده ابن تاني هيجيب له سكوتر. بالظبط كده. تطور كبير حصل، والتكنولوجيا الجديده دخلت عن اللي كانت موجوده في الاربعينات، فالسوق اتطور. تمام. ده طبيعي زي ما كنا بنتكلم، ان انت لازم تواكب التطور اللي بيحصل في السوق. انت النهارده كنت شغال في فئه معينه، بدا خلاص السوق يفرض عليك ان انت تشتغل في حاجه زي كده. الموتوسيكلات تقريبا لغايه 2005 2004 كنا بنشتغل في الموتوسيكل الياباني، وبعد كده خلاص غصب عنك بتشتغل في الصيني. صح. فبدانا نشتغل في الموتوسيكلات الصيني.
نستورد من الصين ونجمع هنا. بعد كده عملوا التجميع وبتشتري قطع غيار، بتستورد قطع غيار من الصين، تجيب الحاويه. كنا بنبيع قطع غيار بس، طبعا بتبيع تجاري، بتبيع قطاع في المحلات، والدنيا كانت بتمشي. بدأ بقى السكوتر من تقريبا من بعد 2010. السكوتر بقى نزل غير السوق تماما. بما انك بقى دكتور سكوتر فانت عارف بقى الموضوع اكتر من حضرتك. انا بتعلم منك والله. انا قاعد على الكرسي قاعد مستمع، انا كل برد بس قاعد انا فرحان وقاعد بستمع من تاريخ حضرتك بستفيد. بعد 2010 بقى بدأ السكوتر يفرض نفسه على السوق المصري. وبعدين هو السكوتر النهارده حاجه بصراحه اختراع. انا من نفسي شايف، انا بقول لك اهو، انا صراحة العربيه ما بركبهاش مثلا الا ممكن مره في الاسبوع، ممكن مرتين في الشهر. اقول له بس السكوتر اول ما بدا السكوتر خلاص حاجه كده خيال. بدا طبعا حاجه اوتوماتيك كانتش موجوده قبل كده. انت ممكن انت بس خلاص بيقولوا على عجله اول ما نزل. الاول على فكره احنا كنا مش مقتنعين بيها برضه. عجله بنزين كانت بتقلي يعني عجله بنزين. الحاج محمد الله يرحمه جاب كام سكوتر كده، احنا قلنا له انت ايه ده، انت جايب موتوسيكل بلاستيك؟ انا جايب اسمه ام 2012. صحابي كانوا بيقولوا لي عجله بنزين. كنا مسمينها موتوسيكل بلاستيك. ايه ده انت هنركب موتوسيكل بلاستيك؟ بس سبحان الله هو كان عنده رؤيه والله يرحمه يعني. وبدا بقى من 2012 2013 بصراحه. اللي بدا فيها اول واحد اللي دخل في العيله السكوتر كان اسلام اخويا. لا اللي دخل السكوتر مصر السكوتر عموما، لا عامه هو كان بدايته كانت زي ما بقول لك كان في براند كده كان الحاج محمد جايبه، بس كانش جايب كتير ما انتشرش. هو كان جايب شويه كده. الحاج محمد حلاوه، الحاج محمد زجمار الله يرحمه. الحاج محمد محمد اللي هو عم الله يرحمه يعني هو اللي بدا يدخل السكوتر. جاب سكوتر. انا بقول لك احنا اتريقنا عليه، احنا قلنا له ايه ده انت جايب موتوسيكل بلاستيك، فما كناش مقتنعين بيه. بس بعد كده اتفرض عليه ان هو يشتغل في السوق. بس هو ما حضرش لانه الله يرحمه توفى في حادثه في 2014. فما طبعا ما شافش بقى الكلام دوت. بعد 2012 بدا اسلام يدخل السكوتر من الحاج ياسين حلاوه. اسلام لعيب في السكوتر. هو صراحة بدا مع الحاج ياسين بالاس واي ام. كان انا فاكر ساعتها الفيدل 2 كان بنبيعها ب 5000 جنيه. الفيدل 2 كانت بتنزل بصندوقها من الحاج ياسين، كان بيجي بصندوقها يا دوب بس بنركب الفرده اللي قدام والعتبتين ومدور ومش ب 5000 جنيه. بدا ينتشر يعني، حتى برضه ما كانش فيه الانتشار بتاع دلوقتي. تمام. اسلام بقى هو اللي اتجه في الموضوع دوت. وبعد كده لما خلاص السكوتر بقى هو رقم واحد، انضمينا انا وديدي ليه، بقينا شغالين في السكوتر، لان هو فعلا النهارده هو رقم واحد بلا شك. النهارده بتستسهل، النهارده بنات كتير جدا راكبه السكوتر. النهارده بيجي لك بنت يعني كميه رهيبه النهارده لابسين راكبين سكوتر من البنات. بقى سهل جدا. الشباب الطلبه ثانويه عامه بيجي لي 16 سنه عايز يركب سكوتر. ليه؟ النهارده بقى هو اسهل حاجه. بس عامل مشكله غير المانيوال، عامل مشكله في ايه؟ الصيانه. والناس مش فاهمه. ما هي الصيانه بقى دي هي برضو مشكله كبيره. اولا بتتكلم في ان لازم يكون عندك صنايعي كويس، ودي اكبر مشكله اي حد يبقى يمكن انت بتقابلها برضو عشان تشتغل صيانه. بتقابل ان الصنايعي لازم يكون كويس، فانت تبقى في رقابه دايما عليه. لو مش شبهك مش هتنجح. بالظبط. ليه؟ لان انت لازم النهارده العميل يجي لك انت لازم يبقى واثق فيك، دي رقم واحد. حقيقي. لازم يبقى في ثقه في المكان ده ان هو مش هيضحك عليه، دي اهم حاجه. احنا الحمد لله بدانا الصيانه برضو تقريبا في الفتره بتاعت اسلام اللي هي من 2012 بدا فيها صيانه واحده برضو، وبدانا فيها النهارده الحمد لله بفضل الله احنا رقم واحد برضو في السكوتر او في القاهره يعني في الاسكا اسما يعني في الصيانه في السكوتر. طب انا كمركز صيانه اتغلب على نقطه ومشكله الصنايعي ازاي؟ هي بقى المشكله ان انت تجيب صنايعي يعني لازم يثق في العميل، يثق فيك بسبب الصنايعي. لازم يكون صنايعي شاطر، واهم من الشطاره ان هو يتقي الله ويكون عنده ضمير. دي رقم واحد احنا بنلعب عليه. النهارده مثلا بيحصل مشكله مع عميل، انا عندي رقم واحد للعميل، ما عندي ما لهاش بديل. انت تعالى انت مشكلتك في. طبعا اكيد بيحصل مشاكل، مش هقول لك ان احنا اكيد ده وارد ان الصيانه انت عارف انت بتشتغل صيانه وعارف الصيانه بيبقى فيها مشاكل والعميل مش فاهم. حتى لو مفيش مشكله العميل ممكن ما يبقاش فاهم. تلاقي في مشكله حصلت، بتلاقي مشكله وتلاقي مثلا حد بقى المشكله فانت سمع يعني انا حد تاني ضحك عليه انا مشكلتي عشان ياخد منه فلوس، ويجي يقول لك لا ده ضحكوا عليك ده عملوا ده. طب يا عم تعالى اسال، طب تعالى اسال. المشكله مثلا النهارده عشان السوشيال ميديا انت بتلعب سوشيال ميديا كويس. النهارده عميل ابسط حاجه ايه؟ يروح يعمل بوست انا في عندي حصل مشكله كذا كذا كذا. طب يا عم تعالى وانا احلل لك، ما انت عندك 1 و2 و3. رجعت ارجع لي وقول لي انا عندي مشكله مثلا مع صناعي. طب ممكن وارد ان الصناعي عندي يخطأ، ما حدش معصوم من الخطأ. صح. تعالى شوف هحل لك
ولا ما يحلكش، لا بيلجأ ان هو يعمل بوست ويعمل ان حصلت معايا مشكله كذا كذا والحقوني عشان يعمل بروباجندا. لا تعالى ارجع للاول، انا والله هحللك. انا يعني الواحد بيتقي الله في شغله، فوالله هحللك لو عندك مشكله هحللك وهاجي على نفسي واحلها لك. وفي ناس بقى ربنا يعني ربنا يسامحها بيبقى متعمد انه يفتعل مشكله عشان خاطر ياخد منك اي حاجه. ده صح. يعني والله يسهل لعبيده، بتحصل كتير. الله يسهل لعبيده، واحنا جايين نفيدوا الناس النهارده. البودكاست ده هدفه حاجه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. هتشتري سكوتر هعرفك تشتري ازاي، عايز تصاين هعرفك تعمل ايه، قطع غيار انا جايب لك اساتذه ومدرسه. البودكاست ده دسم وفيه كل حاجه انت ممكن تتخيلها في مجال الاسكوترات بتدور عليها. فانا عندي سؤال مهم قوي، بما اني عندي مركز صيانه فعندي سؤال شاغل بالي ياما قوي. انا بشتغل مع حضراتكم من زمان، تمام. مع آل الزكمار. يمكن لو شرفت في حضرتك متاخر شويه وما حصليش الشرف، بس بشتغل مع آل الزكمار من زمان. تمام. كل مره الكواليتي بلاقيه مختلف عن المره اللي بعديها، المره اللي بعديها بيبقى احلى من المره اللي فاتت. حلو قوي السؤال ده. من اهم الناس اللي في مصر اللي بتدور كواليتي. اولا، ثانيا ابيع لك، ممكن اديك بضاعه، عايز بضاعه خد بضاعه، جرب ابقى اديني فلوسي. هتقول لي ايه؟ والله العظيم الناس دي كده فعلا، وحقيقي ما يهمهم غير انت بتشتري من عندي حاجه فهتقي ربنا فيها، والمره اللي بعديها هحسن. انا شفت ناس في المجال ده كانوا بيجيبوا قطعه الغيار هي اللي بيستوردوها على مدار الاربع سنين في عمليه الشراء المتكرره ديت، يطلعوا جواها هي ما بيطوروش من نفسهم. الناس دي بتخدم قطعه الغيار، مش هقول لك اكتر من كده. لو انت اشتكيت من تيله، الناس دي المره الجايه من غير ما انت ما تقول له تلاقيه جايب الصينيين قاعدين جنبهم في بلاد دكرور على الارض، والله زي ما بقول قاعد مربع جنب الشيخ وعمال يقيس في التيل من هنا والكلاتش من هنا، ولا والصوصه دي الشيخ يقول له مش عاجباني الصوصه دي طريه، المره الجايه جيبها لي ناشفه. ايه المره الجايه جيبها لي ناشفه، المره الجايه خدم لي على الكلاتش كده، المره الجايه اعمل لي كده. كل اللي الشيخ وآل الزكمار بتعمله ده هو ده اللي نجحه. رقم واحد ماتيريال، رقم واحد العميل، رقم واحد الجوده. بعد كده ربنا هيوفقنا. فالناس دي بتعامل ربنا. فتيجي نعرفوا كده هم بيختاروا الماتيريال وبيخدموا عليه كده والربح بيبقى كبير معاهم، ولا ربنا بيبارك في القليل؟ بص، هو الحمد لله طبعا دي رقم واحد عندنا. يعني في حاجه غريبه ممكن اقولها، قبل ما بنعمل حاجه، ودي حقيقي يعني بنجربها على نفسنا الاول. يعني عندي مثلا حاجه بجيب منها عينات حقيقي، انا شفت ده بعيني، زي فلتر، زي ما اعرفش ايه. انا بخش احط عندي في فلتر الغسيل جاب منه عينات. الشيخ طلع يتريق، الشيخ قال بص يا زكمار دول هيخربوا بيتنا عشان جايبين لنا فلتر بيتغسل. وهو زكمار وهو اللي طلع عمل ترند على الفلتر النهارده لغايه النهارده ترند. انا عايز اقول لك ان هو بقاله السنه عندي في السكوتر، مجربه قبل ما نجيبه، جربناه تمام زي الفل. حتى في واحد في التعليقات قال لك ايه ده، هي الفلتر ده هي بسبب في العمره، ده مش ده في مشكله. طب انت جربته؟ طب انت قلت على اي اساس ان هو في مشكله؟ هل انت جربت؟ تعالى انا والله بما يرضي الله انا بقاله سنه عندي في ده مش واحد، ده مركز، بس قبل ما ينزله اصلا. ما بقول الله لك على حاجه، ده مركز. فالمركز معلش كان بيحرق له فلاتر ياما، دلوقتي خرب بيته وراح جاب واحد بيديني العميل محدش يشتري. انا قلت محدش يشتري يا جماعه، ده هيخرب بيتنا. فهو فعلا الحقيقه تاخده خلاص، مش هتغيره تاني. انا لغايه دلوقتي النهارده انا عايز اقول لك بقاله سنه اهو انا ما غسلتوش، بتدوروا على راحه العميل بس انتوا الحمد لله عايزين تريحوا العميل باي شكل. والله لله والاخر برضه ما بيعجبش، بس الحمد لله مفيش حد بيتفق على حد، مفيش حد بيتفق على حد. موضوع الكلاتش انا بقول لك يعني حتى اللي حصل ده، الموضوع انت كلمت فيه ده لسه الاسبوع اللي فات. انا ما رضيتش اقول له هو كلاتش والله العظيم ما كنت عايز اقول، بس حقيقي انا شفت منظر. انا عايز اقول لك خلاني هو جه الصيني خلاني حوالي 5-6 مرات افك. انا قلت له خلاص جايب السكوتر بتاعي، قلت له تعالى بقى هقول لك المشكله فين. هو مش مقدر، لا تعالى في مشكله، غير لي دي واعمل لي دي وغير دي. وقعدنا نغير حوالي مثلا قعدنا بتاع حوالي ساعتين، وكان قاعد جنبي وفي الورشه واحنا عاملين نفك، واقول له لا دي كده دي